مش هتقدر تغير أهلك، جملة قالتها الأخصائية النفسية دكتور جولي سميث. كتير مننا بيفكر إنه لو أنا شرحت لأهلي الضرر اللي عملوه وخليتهم يفهموا أكيد هيعتذروا وبعدين كل حاجة هتبقى تمام. صح، عارف، ممكن اللي انت بتقوله ده يحصل أحيانا، بس الحقيقة إن كتير من الأهالي مش بالضرورة يكون عندهم وعي أو فهم أكتر من اللي كان عندهم وانت طفل. يعني مش كل حد هيقدر يشوف أفعاله من منظور مختلف أو يتحمل المسؤولية بالطريقة اللي إحنا متوقعينها. غالبا إحنا بنستمر في العلاقة بين الأب والابن حتى وإحنا كبار، وبنفضل نتصرف كأننا أطفال، بنحط كل المسؤولية على أهالينا علشان العلاقة تبقى كويسة. إحنا دايما بننتظر منهم الاعتذار والتغيير، وبننسى إن دلوقتي العلاقة علاقة شخص كبير وناضج مع شخص كبير وناضج. يعني كل واحد مسؤول عن نفسه. المهم دلوقتي هو إنك تتعلم تبني علاقة مع أهلك على قد اللي يقدروا يديهولك. مش لازم تستنى منهم أكتر من اللي يقدروا يقدموه، مش لازم تكون السعادة أو الراحة النفسية مرتبطة برد فعلهم أو اعتذارهم. لما نفهم ده بنقدر نهتم بالعلاقة من منظور واعي، ونحمي نفسنا من الإحباط، ونركز على حدودنا مش على توقعاتنا المبالغ فيها منهم.